السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسل عائلتي حلقة يوم الاثنين. هاد الحلقة اللي غادي نشوف فيها عمر اللي غادي يتصالح مع سوسن وكانوا فرحانين مع بعضياتهم بزاف، ونعمان اللي غادي نشوفو بقى كيساعد سعاد وبقاو كيتقربوا من بعضياتهم وكانوا فرحانين، والشرطة اللي غادي نشوفهم غادي يطلقوا السراح ديال سامي حيث الأدلة ما كانوش كافيين، وعمر غادي يتهجم عليهم قدام الأب ديالو أحمد. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقة، البداية غادي تكون مع أحمد فاش كان خارج من المنزل ديالو وجاو عنده الشرطه خبروه بانهم جاو على قبل الابن ديالو سامي الماز. قال لهم هو الابن ديالي اشنو واقع، خبروه انه كاينه شكايه ضده وبخصوص واحد الحادث ديال السياره خاصو ضروري يجي معنا المركز ديال الشرطه. قال لهم صافي واخا انا غادي نعيط ليه. المهم احمد دخل على سامي وقال ليه جاو الشرطه وبغاو ياخذوك المركز ديال الشرطه باش يحقوا معاك. سامي كان خايف، ومن بعد ما داز نهار واحد عمر غادي نشوفو في المنزل ديالو كان غادي للمدرسه هو والاخت ديالو اسيه. الجده ديالو او الخاله سيرين طلبت منه باش يرتاح وما يمشيش. المهم الاولاد ما كانش عندهم حتى اتاي اللي غيطيبوه، وكان غير كاس ديال الحليب وعطاوه الاخت ديالهم امل، وامل بغات تشارك معاهم هذاك الكاس ديال الحليب. طلبوا منها باش تشرب هذاك الحليب، سيرين بقات غير كتشوف وبقاو فيها الاولاد. سيرين خرجت للحديقه. سيرين فاش خرجت سمعت سعاد حتى هي كتخاصم مع الاولاد ديالها حيت كاينين بزاف ديال المصاريف، وهذيك السياره اللي تحرقات حتى هما خاسرين الفلوس. بقات كتشوف في الفقر اللي عايشين فيه. عمر واسيه فاش خرجوا شافوا ليلى جات لعندهم، جات باش تاخذ عمر واسيه المدرسه. من بعد جا حداهم حتى سفيان وكذلك ساره. من بعد جات حتى سوسن، وسفيان قال الاخت ديالو دابا عاد غادي يبدا الاكشن. سوسن قالت لهم صباح الخير، وقالت ليلى اشنو كديري هنا؟ قالت لها انا سمعت من عند اتيه ان عمر غادي يمشي للمدرسه اليوم، وقلت ناخذو في السياره ديالي باش يكون مرتاح، هو ساعدنا باش كان مريض فؤاد. من بعد قالت لها سمح لي نسيت انني ناخذ له موافقه من عندك. عمر سوسن علاش جيتي؟ وهي تقول ليه انا جيت باش ناخذ الحبيب ديالي للمدرسه. سفيان قال لهم دابا غير قول لنا فاش غادي نمشيو. ليلى قالت ليه عمر غادي يمشي مع سوسن وانتم غادي تجيو معايا. المهم ليلى فاش مشات مع ساره وكذلك اسيا وسفيان، سوسن قالت لعمر علاش ليلى جات لعندك؟ قال لها انت راكي سمعتيها، حنا ساعدناهم في المستشفى حتى هي جات باش تساعدنا. قالت لي واش هادشي اللي كاين يعني ما اتصلتش بيك وما اتفقتوش باش تلاقاو؟ قال لها لا علاش غادي نتفقوا؟ هي قالت لي الحمد لله على سلامتك. قالت لي واش متاكد؟ عمر بقى كيشوف فيها من بعد شد لها في يديها قال لها متاكد. قال لها ياك في المدرسه دائما كنتي كتفاداي انك تشوفيني؟ قالت لي بسبب ليلى، كنت مقلقه منك بزاف. ولكن من بعد ذوك الاحداث الاخيره في المستشفى سوسن عنقات عمر وقالت ليه ما بغيتش نبقى مخاسمه معاك. عمر حتى هو كان فرحان، قال لها صافي واخا. قال لها انا ما كنبغي حتى شي وحده من غيرك، وليلى بالنسبه ليا غير مجرد صديقه، وعافاك لما نسدوا هذا الموضوع. قالت لي صافي واخا انا موافقه. وعا كيف غادي نشوفوه مع سوزان كانوا غادي النادي. قال لها الحمد لله على سلامه عمر، هو مازال صغير باش يتعرض لنزيف دماغي، الحمد لله اللي الله نقضه. سوزان قالت لي انا تكلمت مع الدكتور ديالو ومن بعد اخبرني انه ما بقى حتى شي خطر على حياته، انا دابا عاد ارتاحيت. قال لها الحمد لله. قال لها الحمد لله ان الولد ما وقع عليه حتى شي حاجه قبل ما يعرف انه غني وعنده ثروه. سوزان قالت لي انت كتفكر غير في الفلوس، هذاك اللي كتكلم عليه راه ولدي. قال لها انا غير كنفكر في المستقبل ديالو. قال لها الفقر راه خايب وحنا جربنا هذا الشيء. قالت لي الفلوس ما مهمينش. قالت لي انا والاخت ديالو والجده ديالو اتفقنا باش عمر ما يعرفش شكون هو الاب ديالو، هذا الشيء غيكون في المصلحه ديالو. قال لها نتوما خديتوا واحد القرار اللي غلط. من بعد جات حداهم سلمى. سوزان قالت لها اش هاد الجمال كامل؟ قالت لها جيتي زوينه واللبس ديالك حتى هو زوين. قالت لها شكرا ليك. قالت لها غير بغيت ندير شي تغيير وندير شويه ديال الميك اب. سوزان قالت لها لا انا لاحظت انه اخر فتره وليتي كتهتمي براسك بزاف. عاكيف قال سوزان انت ما كتعرفيش سلمى هي دائما بحال هكا، غير كتفيق كتسرح شعرها وكدير العطر ديالها وكدير المكياج ديالها من بعد كتبدا اليوم ديالها. هذه هي سلمى. في ديك اللحظه سوزان جات الغيره وسلمى قالت لي لا انت غير زدتي فيه شويه. قالت لي نتشافوا من بعد. بقى كيشوف فيها تابعها بعينيه. فاش مشات سلمى سوزان قالت لعاكف انت اشنو كدير؟ قال لها انا ما كذبتش عليك، قلت لك غير داكشي اللي كدير سلمى. قالت لي لا زدتي فيه. قال لها صافي سمحي لي الا غلطت خلينا نسدوا هذا الموضوع وخلينا ندخلوا نخدموا. وفادي فاش شاف سوسن هي وعمر بقى كيقول لي ياسمين من بعد ذوك الاكاذيب ديال عمر كاملين على ياسمين كيفاش قدرت تسامح ليه. قال لها انا تفاجات في هذه البنت. قالت لي صافي بركه ما نبقاو ندخلوا فيهم، خلينا نمشيو ندخلوا للقسم. المهم فادي مشى للقسم وعمر قال لي ياسمين قال لها انت اكبر الفعق. قالت لي ما فهمتش. قال لها ياك جيتي عندنا باش تراجعي الدروس ديالك في الكيمياء. قالت سوسن حنا بحال الاغبياء ساعدناها. ياسمين قالت لي انا مازال حتى دابا ما فهمتش علاش كتكلم. قال لها انا عارف مزيان انت اللي سرقتي هذاك البراسلي اولا الاسواره. قال لها انت عارفه مزيان بان الاخ ديالك سامي هو اللي ضرب الاخت ديالي امل. قالت لي سامي كيبقى الاخ ديالي سواء كان مذنب او لا غير مذنب. قال لها مزيان وامل
نعمل راها الاخت ديالي، ودابا سيري عند داك الاخ ديالك وقولي ليه بانه غادي ياخذ العقاب اللي كيستحقو. ياسمين طلبات من عمر باش يتهدن، وسيرين غادي نشوفوها كانت كتساعد سعاد في النشر ديال الملابس. سعاد شكراتها، وسيرين قالت لها حتى انا مليت بزاف وانا في المنزل. سيرين شافت سعاد زارعه المعدنوس، قالت لها واش نقدر ناخذ منه، قالت لها اكيد. من بعد جحدهم نعمان بدا كيساعد في سعاد، وسيرين مشات تاخذ المعدنوس. سعاد قالت لي ياك لاباس علاش جيتي، قال لها بالي بقى مشغول عليكم، ياك تحرقات لكم السياره وما بقاوش عندكم فلوس. قال لها اشنو نقدر ندير على قبلكم، واش بغيتيني نمشي نتقدى ليكم، قالت لي خاصني البوطه. قالت لي شكرا ليك. وفادي غادي نشوفوه مع سوسن، قال لها من بعد داكشي كامل اللي دار عمر كيفاش قدرتي تسمحي ليه. قالت لي بصح وقعوا بيناتنا بعض المشاكل. عمر فاش دخل المستشفى ما بغيتش نطول معاه الخصام. قال لها واش نسيتي داكشي اللي وقع حيت دخل المستشفى. قالت لي ماشي هذا هو السبب الوحيد، فاش تكلمت انا وياه اخبرني انه ما كاين حتى شي بنت في حياته، وهذا الكلام عجبني، هادشي علاش تصالحت معاه. قال لها في نظرك انا لا مرضت اولا لا دخلت المستشفى، واش ساره تقدر تجي تشوفني. قالت لي يمكن الا كانت كتبغيك اكيد غادي تجي. فادي كان فرحان، ونعمان غادي نشوفوه جاب البوطه ديال الغاز وركبها لسعاد، وسعاد شكراتو. قال لها شنو باقي مازال. قالت لي بغيت نحضر شي حاجه للاولاد باش ياكلوها، ولكن ما قدرتش نوقف على رجليا، واصلا انت ما تقدرش طيب. قال لها كيفاش ما نقدرش نطيب، غير قولي اشنو خصني ندير. المهم نعمان وراتو سعاد اشنو خصو يدير، هي كتقول ليه هو كيطيب. سعاد بقات غير كتشوف فيه بكل حب، كانوا فرحانين مع بعضياتهم. سعاد بقات كتذوق في الاكل وكانت فرحانه. وعفراء غادي نشوفوها جات حدا ساره وكذلك سفيان، قالت لهم واش نقدروا نتكلموا شويه. ساره قالت ليها لا ما تقدري لا تكلمي معايا ولا مع سفيان. سفيان قال الاخت ديالو انا القلب ديالي كبير وكنعطي الفرصه لكاع الناس. قالت لي صافي واخا، ناضت وخلاتهم بزوج بهم. عفراء قالت لسفيان انا بقى فيا الحال بزاف على داكشي اللي وقع للسياره ديالكم. قالت لي ما عرفتش شكون اللي دار هادشي ولكن داكشي اللي وقع راه خايب بزاف. قاست لها درجه الحراره ديالها. قالت لي اشنو كدير. قال لها انا ما مولفش على هاد الهضره الزوينه من عندك. قالت لي لا بلا ما تبالغ انا ماشي ما عنديش ضمير لهاد الدرجه. قال لها اشنو في نظرك انك تفكري قبل ما تكلمي، واش نسيتي فاش قلقتي الام ديالي وهي حامله، من بعد ضحكتي عليا وحطيتي بزاف ديال الملحه في الكفته. قالت لي وانت علاش كتفكر غير الحوايج اللي خايبه. قال لها حيت انت عمرك درتي شي حاجه زوينه. عفراء بقات غير كتشوف فيه. قالت لي اذا اليوم غادي ندير شي حاجه اللي زوينه، هادشي الا بغيتي. المهم قرر انه يسيرها هاد المره ويشوفها اشنو بغات. وسيرين غادي نشوفوها جمعت هذاك المعدنوس وبدات كتبيع فيه في الشارع على قبل عمر واسيه. سيرين في الاول حتى شي واحد ما بغى يشري من عندها وبقات غير كتبكي. المهم واحد السيده شرات من عندها وفرحات، وعمر وكذلك اسيا ومحمود غادي نشوفوهم كانوا في المركز ديال الشرطه. خرج عندهم المحامي وخبرهم انهم غادي يطلقوا السراح ديال سامي حيت ما كاينش شي شاهد وما كاينش شي دليل اللي ملموس. المهم سامي فاش شافوه خارج مع الام ديالو والاب ديالو. عمر بقى كيغوت عليه قال لي غادي نقتلك بيديا. احمد قال لي علاش كتهدد في الابن ديالي، اشنو واقع. قال لي الابن ديالك ضرب الاخت ديالي بالسياره، كيفاش بغيتيني نتكلم معاه. سامي قال لي كون كنت مذنب ما كانوش غادي يطلقوا السراح ديالي. قال لي انا عارف مزيان انت اللي ضربتيها، كون راجل وقول الحقيقه. احمد قال لي هاد الدوله راه فيها شرطه وقضاه ومحاكم بلا ما تقداوي غير بحال هكاك. قال لي الابن ديالك راه كان غادي يقتل الاخت ديالي وانت عارف هادشي مزيان وما غاديش نرتاح حتى نضربو. دعاء قالت لهم واش سمعتوا كيفاش كيهدد الابن ديالي. سامي قال لها هو ما يقدر يدير حتى شي حاجه. وعمر قال لي يلا اجي. سامي قال لي نسيتي الضربه اللي عطيتك. قال لي كون راجل واجي عندي وغير بوحدك. احمد قال لاسيا خذي الاخ ديالك من هنا والا غادي توقع شي مشكله اللي كبيره. عمر قال لي ما عندكش الحق تتكلم مع الاخت ديالي. عمر قال لاحمد ما تخليش ولدك يدور غير بوحده. خرج عندهم الشرطي قال شنو وقعنا. ودعاء قالت لي هاد الولد كيهدد الابن ديالي. عمر قال لها ولدك راه كان غادي يقتل الاخت ديالي، انت اشنو كتقولي. الشرطي قال لهم الا ما وقفتوش من هاد المخاسمه انا غادي نعتقلكم. المهم عمر واسيا وكذلك محمود مشاو. ودعاء قالت لاحمد عمر يمكن يدير شي حاجه الابن ديالي سامي. قال له اش بغيتيني ندير، واش بغيتيني نمشي مع الابن ديالنا للمدرسه. قالت لي ما عرفتش ولكن ما بغيتش نشوفو قريب من الابن ديالي. قال لها عطيني شي حل ونديرو. دعاء قالت لها انا غادي نتصل بعاليه باش نديرو اجتماع في المدرسه ونجريو على هذا الولد من المدرسه. واسيا غادي نشوفوها بقات كتخاصم مع الاخ ديالها عمر، كان عندها مقابله ديال العمل ما بغاش تمشي ليها. عمر قال لها لا غير سيري للعمل ديالك ما غادي ندير حتى شي حاجه. محمود وعمر قالوا لها حنا غادي نوصلوك للمكان ديال العمل من بعد نتكلم انا وعمر، انا ما غاديش نخليه غير بوحدو. عمر قال اسيا حنا محتاجين لهذا العمل، انا خسرت العمل ديالي بسبب سامي، ما تخسريش حتى انت العمل ديالك. وسلمى غادي نشوفوها عند عاكف وقلتو باش يتكلموا.
قالت لي بالنسبه داكشي اللي وقع البارح انا كنقول مع راسي بلا ما نفكروا فيها. عاكيب قال لي حتى انا بحالك، انا راني الزوج ديالك من سنين طويله، انت كتعرفيني مزيان، كلشي بالنسبه ليا كيسالي بسرعه. قالت لي بصح. قال لها يلاه سوليني، انا راني نسيت اشنو وقع البارح. قالت لي اشنو وقع البارح؟ قال لها انا نسيت، ما وقع حتى شي حاجه. كانوا فرحانين. قالت ليه محمود شافنا وحنا في هذيك الحاله، هو تصدم شويه. قالت لي اشنو رايك اننا نشرحوا ليه بان هذا الشيء ماشي مهم، نخليو الابن ديالنا يفهم اننا كنعيشوا بحال اصدقاء. قال لها كيفاش؟ قالت لي اشنو رايك تجي عندنا العشاء؟ قال لي هذه الفكره زوينه بزاف، غادي نجي العشاء وغادي نوريو الابن ديالنا محمود اننا ناس متحضرين ونتصرفوا كاصدقاء. المهم تشافقوا مع بعضياتهم. واسيا مشات للمقابله ديال العمل، كانت باغيه تخلص كل نهار، ولكن صاحب العمل قال لها غادي تخلصي من شهر لشهر، وطلب من واحد البنت باش تساعدها في العمل وتوريها كاع داكشي اللي خاصها دير. المهم اسيا بدات في العمل. وكانت هذه النهايه ديال الحلقه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.